السلام عليكم. نتمنى يلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ اليوم البنات جيت ندير معكم معجون البرتقال. يجي ما شاء الله ويجي روعه. نتمنى تجربوها وديروها وما تنساوش البنات اكتبوا لنا في التعليق. هنا البنات عندي البرتقال غسلته وقشرته. نحولو الزاز تاع البرتقال، وعندي حبه تاع قارص، والطريقة سهلة وبسيطة وتقدري ديريها في أي وقت. هنا دوك البنات نبشر الليمون أو القارص، نبشرهم نحل مزاز ونقشر البرتقال. قشري كامل، نحيلو هذاك القشور تاع البرتقال وما تخلوش الابيض يديرنا المرارة. كمليه كامل البنات، لازم نحولو هذاك باش يعطينا الطعم في المعجون. اللي يحب المراره يخلي شويه القشور تاع البرتقال اللي فيه الابيض تعطيه المراره تاع البرتقال. هكذا البنات نقطعهم على شكل كاريات صغار، نقطعيه كامل وجديهم وزيدي قطعي القارص وحتى الزاز تاع القارص نديروه. وهاليامات موسم البرتقال نستفيدوا به، نديروا به عصاير، نديروا به المعجون. هذا هي البنات. تقدري تخبي حب هكذاك تغسليه وتنظفيه وديريه وتخبيه في الكونجيلاتور، تحتاجيه في اي وقت. نقطعوهم هكا عشوائي كامل. هنا قطعتهم كامل. عندي كاس كبير تاع سكر فيه 2 كيسان تاع سكر. انا الكميه تاعي مش كبيره بزاف، وانت اذا كان بغيتي ديري كيلو ديري معاه كيلو سكر. هكذا البنات انا ربيتهم كامل وكلهم مع الليمون. هنا دوك نكيل معكم هذا الطاس مليان تاع سكر. جوني 2 كيسان تاع سكر معمرين هكذا البنات. شوفوا نعطيكم واحد الطريقه البنات ما تخليه بات، ما يديك ما يجيبك. ديري له حمام مائي وقفلي عليه وغطيه، هو يطلق السكر تاعو يذوب، وفي نص ساعه وانت وجدتيه تلقيه ذايب. هكذا البنات نكمل السكر تاعي كامل نخلط، نزيد نقول لكم نزيد عندي الليمون، نزيد له شويه ليمون وندير له حمام مائي. الماء يكون سخون يغلي وديري في كاسرونه وحطي البول تاعك فوقه وغطيه باي حاجه، المهم يعرق باش يعرق لنا السكر ويذوب. هذه هي الطريقه البنات، ما تخليه يبات، ما تقعدي تستناي فيه. هكذا البنات. شوفوا قلت لكم الماء يكون لازم سخون يغلي، وغطيه مليح، ما تخليش النفو او البخار يخرج منه باش يذوب لنا السكر تاعنا ويجينا واحد المعجون ما شاء الله، يجينا بنين ويجينا معسل. بهذه الطريقه وردوا لي بالخبر والله ناجحه 100%. هكذا دوك البنات. دوك نرجع لكم نص ساعه ونشوفوه مع بعضنا كيفاش طلق. والله قطره تاع ما لا نحتى فيه، غير هو اللي يطلق مع العصير تاع البرتقال والسكر. هنا غطيه مليح قلت لكم وحطي عليه حاجه ثقيله باش البخار تاعنا ما يخرجش منه. دوك نرجع معكم ونشوفوه. شوفوا البنات ما شاء الله، والله ما درت له حتى قطره تاع ما. شوف كيف طلق السكر تاعو، طلق العصير تاعو. شوفوا البنات جا ما شاء الله، ما تبيتيه ما تقلقي ما والو. هكا دوك نديرو في كيكوط ونخليه على نار هادئه، او نحلو هذيك الكشكوشه او الربروبه هذيك البيضه هي اللي تفزدنا المعجون. نحوها كل ما تخرج نحو هذيك الرغوه قلت لكم البنات راه هي تفزدنا المعجون ودير لك واحد القشره من فوق ماشي مستحبه. شوفوا البنات، شوفوا كيف خرج الجي تاعو ما شاء الله. هنا البنات دوك نلحو في الكيكوط ونقص له النار خلاص، ونخليه كل ما يخرج الرغوه نحى، كل ما يخرج الرغوه نحى. نستمر في العمليه حتى نشوف الرغوه خلاص راحت تماما. هنا كي تشوفيه خلاص البنات نحت له الرغوه، رحيه في اي رحالي عندك في الدار. ترحي تحبي تخليه هكا مكعبات، تحبي ترحيه
ديري كيما نديرو كيما نشرو المعجون، ها هو كي البنات التفليك الكوط هنا دوك نقصلو النار وتقعدي معاه البنات، ما تخليش تغفليش عليه لان قادر يحترق لك ويزرب. لازم تقصي النار، كل ما يخرج الرغوه نحيلو الرغوه، استمري في العمليه حتى تكمليها كامل ونرحوه. شوفوا البنات كيفاه يطلق في العسل تاعو ما شاء الله، ما درت له حتى قطره تاع ما، غير السكر، غير العصير البرتقال. هذا هو البنات، شوفوا كيفاه ديروا له هكذا، كملوا معاه، نقصي له النار، ما تخليش يزرب يحترق لان احنا السيرو ماهوش بزاف، حبيناه يطيب برتقال في العصير تاعو هكذا. كل ما تجي الرغوه نحيها، واللي حب المراره يخلي شويه هذاك الابيض فيه. انا نحب المعجون البرتقال تكون فيه شويه مراره، اذا ما حبيتيش حلو بزاف نقصي في السكر، كل واحد يحب المعجون تاعو كما بغى. هنا البنات هو كيشوفوا بدا يغلي وبدا يخرج في العصاره تاعو، ونكملوه مع بعضنا ونروحوا نرحوه. هنا البنات راني رحيته بالميكسور، شوفوا كيف تحبي، انا رحيته بزاف ما خليتوش حبيبات، كل واحد تحبي هكذا كاريات حبيتي ترحيه هكذا البنات. خليه قعدي بحذاه حركيه ما تخليش يحترق لك. شوفوا هنا النتيجه تاعو بدات تبان، كي يبدا يدير على الجوانب يدير الفقاعات هذاك اعرفي بلي المعجون تاعك صافي. هنا دوك البنات نطفي عليه ونخليه يبرد حتى يتماسك، لازم تخليه يبرد باش يجيك المعجون يجيك عاقد ويجيك روعه. هذا هو البنات المعجون تاعنا او المربى. هذه هي النتيجه تاعو، جا ما شاء الله. نتمنى تجربوه وديروا هذه الطريقه البنات، ما تبيتيه ما تستناه. شوفوا البنات كيف جا عاقد، جا ما شاء الله، والبنه ما نحكي لكمش عليها، جا كيما نشروه من برا. وهذه هي البنات المعجون تاعنا، وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم. نتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم، وما تنساوش البنات دعمونا وشجعونا، وبكم قناتنا تطلع للقدام. وشكرا بزاف على التشجيعات. ونقول لكم هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا البنات ما شاء الله خرج لي كميه ما شاء الله، نتمنى تجربوها وديروه وتردونا الخبر. وهذا هو المعجون تاع نهار اليوم، وصفه بسيطه وسهله وطبيعيه. ونقول لكم شكرا بزاف ومع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده.